ماشي ديالي، المشكل ديال اختي. وبغيت هي دابا راه كتصنت ومعنا في اللايف وما كرهتش يعني تاخذ قرار. تعطيك ما كتمنى. هي عندها مشكل بداها مع راجلها وما عرفتش منين نبدا لك. المهم نختصر لك باش تفهمي الموضوع وصافي. هي كانت مزوجه في المغرب وولدت ولادها 3 العوام وولدت 3 ديال الدراري مع الراجل. هو كان هنا في اوروبا وهي كانت في المغرب. ما بغاش يطلع، كيقول لنا الفكره ديال اوروبا، المراه في اوروبا ما كيصمتوش، ما هاديش. طلقت كانوا ولادها كبيرين شويه. من طلقت بقات في المغرب مسكينه. انا بحكم حنايا انا وخوتي هنايا تفارضنا وطلعناها فيزا. طلعناها خلت ولادها مع الام ديالي ودارت وريقاتها، مسك عليها ربي، تلاقات بواحد ولد الناس تزوجت به. المهم كانوا مشاكل عندها معاه بالحق. ما قررت تطلع ولادها ولا مشاكل اخرى. فهمتي يا خالتي؟ جات هي اوروبا بلا بيه فاش طلقات منه. يا طلقات درنا لها فيزا طلعت لهنايا. ملي طلعناها هنايا بقات كتخدم، دارت وراقات، تعرفت على واحد راجل خور. تزوجت به. كانت باقا ما طلعت لهنا، تعرفت على واحد الراجل تزوجت به. قبل ما تطلع ولادها كانوا عندها مشاكل معاه بالحق، مشاكل كتبقى بيناتهم. من طلعت ولادها ولاو مشاكل اخرى. فهاد العيد الكبير هذا ملي طلعت ولادها هز حوايجو وخرج بحاله. قال لها انا ولادك ما نعيش معاهم. قال لها خطريه انا يا ولادك. منين تزوجات عاد طلعت ولادها. تزوجت ضربت معاه عام، كانوا عندها معاه المال. امان اخالتي انا هادشي فكرت فيه قبل ما نديرو. ما يمكنش ليا انا يلاه جايه لاوروبا غنتزوج بشي واحد وعاد غنجيب جوج ديال ولادي من المغرب. راه باينه ما غنجيبهاش معاها انا ولادي. قلناها لا خالتي وما كنتي كتصنت. غير سؤال، وانا غير سؤال كنسولو العيالات. بنادم ما كيخممش. راه باينه انا جيت اوروبا غنتزوج عاد غنجيب ولادي. المعادله صعبه ما غتجيبهاش وطلقي. انا هادشي فكرت فيه قبل ما يوقع. باينه غادي نجي لاوروبا غنتزوج غنطلع ولادي غنطلق. باينه. صافي. هو في هذا العيد هذا جمع حوايجو مشى بحالو. قال لا سوارت. قال انا يا ولادك. هي قالت لك انا ولادي ما نفرطش فيهم بحكم يعني العائل واحد يعني باقي صغير والاخر يعني كيخدم. دابا راه كيخدم. دابا من خرج بحالو بقات كتقول لولدها يعني الولده خدام. قالت له غتعاوني. قال بقى كيعاونها الشهر الاول الشهر الثاني. في هذه الايام هذه دار معها مشاكل اللي وصلت خالتي. كنقول لك وصلت حتى الخطه اللي ما تقدرش تسمعوا، وصلت للهراوه. دابا ولدها درزت مع هاد الايام مع بقات كتقول له عاونها واحد 4 شهور. دابا يعني من العيد من خرج الراجل دابا بقى كيعاونها. دابا بقى كيقول لها عطيني فلوسي، انت سرقتيني، انا ما طلعتينيش باش نخدم عليك. قالت له ولدي انت عارفني انا في هاد الحاله وخدامه بوحدي والكرا غالي وكلشي غالي، ضروري تعاوني. البارح يعني في هاد الايام هذا دابت معها وصلت حتى للضرب. ضربها. شكون اللي ضربها؟ ولدها ضربها خالتي. الدري ضرب امو؟ خالتي. شحال عنده منها؟ 21 عام. دابا هي قالت لي هضري وشوفي. انا حنا ما نقدروش نقولوا لا جري عليه غدو العدو تقول لك نتوما اللي فهمتي يا خالتي شنو بغيت نقول لك؟ بغيتك انت عتكوني محايده ما كتعرفيناش. امان خالتي انا واقعيه بزاف. انا حنينه على ولادي. انا كنتسطع على ولادي. ولدي يضربني ما يباتش معايا في الدار. خلي على الصدمه بلاتي عافاك. خلي على الصدمه ديال العمر بانه ضربني. ولدي يضربني ما يبقاش معايا في الدار. ويلي اختي انا نعيش مع واحد صوتني اصلا غير باش يتقبلها المخ ديالها راه خصها تعالج. عارفه شنو هي ولدك يضربك؟ عارفه شنو هي ولدك يضربك غير باش تقبليها بعدا. غير باش تقبليها. انا ما يعيش معايا في الدار. لا هذا هو المشكل. عندك 21 عام ربيتي البوادر وليتي باغي تصوتني يخرج للزنقه كيسيادو. بقى كيفطي فيها من الصنطه لتحت وواحد الكلام والله خالتي والله. بقى كيقول انا حاقه. واش كيتعاطى؟ وحدها ما كيدير والو خالتي والله اعلم. وحدك ما كيدير والو. ولدك الا كان عاكيكني غتعرفيه كيكني. الا بغينا نتغاضى. حداها ما كيكنيش. حداها في الدار ما كيكنيش. ماشي الا في الدار.
واخا ولدك ما يكميش الدار غتكوني عارفه ولدك واش كيكمي ولا لا. الا كنتي كيفاش ولدك ما تعرفيش التغيرات ديالو واش ولا كيكمي ولا ما تعرفيه واش كيكمي؟ قالت لك ملي خرج عينو فيها وكيخطي فيها، قالت لك عينو حمر وكشا كتخرج لها من فمو واحد الحاله، قالت لك تضربها. وهو بلاتي هو اللي عيط لها للبوليس، هو اللي عيط لها للبوليس كيقول لهم لا درونه سرقتني دات لي فلوسي. فهمتي؟ واحد ما عرفناش شنو نديرو. سمعي خالتي يحسن عوانها. مسكين. يحسن عوانها ماشي مسكين، مسكينه على اختك انا كنقول لك. يحسن عوانها مسكينه. مسكينه. يحسن عوانها. كان مبلي تديه للسونتر ديال الادمان، ما كانش مبلي. نصيحه كنعطيها لك انا بعدا كنهضر عليا، يا ربي تعفو عليه من هذا المنبر، الله يعفو عليه والله يرد به صعيبه. انا كنهضر عليا، يا ربي يحفظ لي وليداتي. ما عمري واخا كنت بوحدي كانوا يتامى، عمر لا ولدي لا بنتي ما حطوا فيا الصبع تا الدكايه، ما نديريش به جامي دو لافي. انا راضيه عليهم دنيا واخره، انا راضيه عليهم قد ما صبات وقد ما سحات. امين. ولكن هكاك ما كنتشفوش ولاد عباد الله. الا كان الدري مبلي توقف مع ولدها، الا كان مزيان، الا كان حاقد من شحال هادي على بواه بحيت طلقات مع بواه، الدري ما مربيش مع بواه. باه ما تعقلش عليها خالتي، تا هو هنايا نهار ملي جابتو عيطت له قالت له زعما انت كدير كبير وانا يبقى معايا الصغير بحكم انا تزوجت. قال له ولادك، قال انت قدي بهم، انت طلعتيهم، انت ما قال انا ما مشيت وقيتي كلابي كلاب ولادك. ولكن نقول له انت يا باغي تنتقم. شوفي هذا ديفو كيديروه بزاف ديال الناس. عندك صداع امل، قولي لبنتك طفي اللايف ديالي. رصاي بنتي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. بنتك شاعله اللايف لخالتها باش تسمعني. لا والله ما شاعله خالتي، لا والله ما شاعله. انا اللي بغيت نقول لك خالتي لا صداع، انا والله ما عندي صداع. انا اللي بغيت نقول لك نصيحه غادي نعطيها لك، الا كان بلي الله يهديه والله يرد به. امين. من القلب ديالي كنقولها لك. الا كان بلي الله يعفو عليه والله يرد به والله يرد بوليدات المسلمين. هذه هي الضريبه ديال الراجل جاي للخارج مخلي مرته مع جوج دراري. ملي قالت له طلعني للخارج قال لي لا، خدات فيزا وطلعات، دارت لافوت ملي تزوجات وجابت ولادها. راه عرفتي شنو تجيبي ولد من المغرب عنده 17 ولا 18 عام ويلقاك مع راجل اخر؟ اولا باش تدخلي راجل على ولادك خصك غير المقبلات ولا كيفاش كيقولوا لها المقدمات، كيفاش تقولي له راه باغا نتزوج وتدخلي له الفكره، حيت اختك عاد طلقات. عينا معاها خالتي، كنا واقفين معارضين واحد الدرجه، كنا لا راه حتى شي راجل ما يتقبل لك ولادك، كنا هاله. نو ماشي سا كيسيون، على الاقل كانت تطلع ولادها وعاد تهضر معاهم بشويه حيت يلاه طلقات من باهم ما غيتقبلش دغيا. طلقتي من باهم ما كاملاش تا عام تدخلي عليهم راجل اخر، ما غيتقبلوهاش. راه هنايا فين زلقات واحد الحاجه ما بقاش. وهو خالتي راه ملي كان باقي في المغرب كان كيد مع الوالده ديالي كنقابلاهم، ما كنا كنهودو كنشوفوا شي مناظر، وملي كنبقاو الاخرين ما مسكينه كتبقى لنا صابونتنا مرونين كاملين. الوالده ديالي كثر حيت الوالده ديالي رباتهم، والوالده ديالي كنا كنشوفوا شحال من مره كيدفعها وكنقول لها كتقولي لا غير كيتزافط معايا راه ما كيدير والو. فهمتي؟ كنا فيما انا اللي نقول لك اختك دارت بزاف الاخطاء. باش نشرح لك، ماشي غير ولدها اللي دار الاخطاء. طلقي من بوات ولدك ما كاملاش تا عام ولا عامين، يجي من المغرب يلقى راجل في الدار. تخيل الفرح الله يكبر بك بنتي. خالتي سمعتي ولا لا؟ هي راه كتسمع دابا، راه معانا ما كنقول لا ما تقول. دارت بزاف ديال الاخطاء. قولي لها كان ولدك مبلي تديه لشي سونتر الادمان. ما بيناش فيه الحالات الادمان خالتي، ما بيناش فيه الحالات الادمان. علاش ما كشكش عليها؟ ما نعرف علاش جامع عليها. واش محيت جا من المغرب لقى راجل في الدار؟ راه باش تدخلي راجل على ولادك خصك توجديهم، حيت راه ماشي دري صغير عنده 10 ولا عنده 11 ولا 12. راه جابتو راجل، جابتو شحال عنده؟ جابتو كنكمل. شوف هي جاوبوها على الوراق قبل ما يكمل 18 عام بشهر. يعني راه الدري جا راجل. يلا مطلقه بباه مدخله عليه راجل اخر. ما تنسايش مكشكش عليها، جامع عليها. فهمتي؟ نصيحه، ياك جابتو لاوروبا عنده 21 عام ولا كيعرف خدام كيربح سوالدو مزيان. خدام وتخليها اختي في ديك الدار وتهز راسها لشي مدينه اخرى.
انا كنقول لك ما نتقبلش انا ولدي يكون معايا في دار وحده ويصوتني. نهارك إلا البارح كتصدى الليله كامله إلا كان- يفضل. الا كان بلي نوقف مع ولدي نديه باش يحيد الادمان. ملي قلتي ما بلي ما والو الدري مكشكش على امو نخليها اختي في ديك الدار كيما جيت اختي للجنوب نمشي للشمال نسكن ما يشوفني ما نشوف. ملي نوصلوا القضيه فيها الضرب والعمود انا بحالها اختي نخليه في الدار ونمشي بحالها ياك خدام. الا كانت كتسمعني اختك كتسمع. شنو سميتها؟ ما من الاحسن ما نقول. غنقولها فاطمه. فاطمه شوفي الحبيبه ديالي انت جيتي وقفتي على رجليك درتي اخطاء درتي اخطاء يلا طلقتي براجلك ونطتي دغيا دخلتي راجل وجا ولدك من المغرب ولقى راجل في الدار تكشكش عليك وجامع عليك تقولي باه ما عرفوش ملي جا لاوروبا. هذا موضوع اخر على الرجال اللي كيجيو يسكنوا في اوروبا وكيسمحوا في ولادهم على اساس راه كيصيفطوا المنضه لامهم. هذاك ماشي جواج لان الدري ما كيربيش عليك الكبده وها النتيجه. انا بحالك انا الله يستر له لا يديرها. انا وكان كنت بحالك غنخلي ولدي في الدار. انا كنقولها انا ولدي يصوتني في الدار غنخلي ولدي في الدار ونجمع الماليطه ديالي ونمشي نبدا حياتي في لو نور نبدا حياتي في الشمال ونبدل نمره التليفون ما يعرف عليا ما نعرف عليه لان القضيه ملي كتولي فيها الزلاط والعمود يجيب لك البوليس فوق هادشي كله يجيب البوليس. قالت لها تخرج امو ما نخرجو ما والو نسمح في الجمال بما حمل. انا مرا وبدراعي فين ما مشيت ناكل الخبز عندي المهنه. انا مرا وبدراعي انت عندك الكتاف مادام جبتي جوج ولاد راكي خدمتي ما جيتيش وجبتيهم غا نصيحه خلي ولدك ساكنه في الجنوب هزي الماليطه ديالك وسيري للشارع ما غيغلبكش الخبز. الله يرحم والديك. من الاخر انا بعدا ولدي الله يستر له لا يديرها يضربني في هالدار غنهز ماليطي في الصباح مع 5 الصباح ينوض ما يلقانيش نبدل نمره التليفون نبدل كلشي. علاش؟ الا يصوتك ولدك ما كتدخلهاش لدماغك ولا بنتك صعيبه. وهي جرات عليه باش ما شكرا جزيلا امال انا جاوبتك الجواب ديالها راه سمعاتو. شكرا جزيلا. انا حتى شي حوايج ما كيتقبلوش المخ بان ولدك اللي كان الحيمه ورضعتيه وعطيتيه البزوله في الاخر ينوض يصوتك ما كتدخلش لك للدماغ.